السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملوخية المورقة بطريقة أمي الله يرحمها. المقادير ملوخية قد ما أنتِ تبغي، المشكلة إنه حسب الحزم، ماني قادرة أقول لِك الكمية، يعني حسب الحزمة اللي أنتِ حسب الحزمة ساعات تجيك فيها ورق كتير، ساعات تجيكِ فيها ورق صغير، فشوفي أنتِ حسب الكمية، المهم إنه لازم الطماطم والبصل يكونوا نُص كمية الملوخية، هي طبعًا الملوخية حتدبل مرة والبصل حيدبل والطماطم. فأنتِ تشوفي المنظر الأخير حتتعلّمي عليها. طيب 4 ل5 حبّات طماطم، 5 حبّات بصل، 5 فصوص توم أو أكتر، أنا أستعمل راس توم، نُص فلفلة رومية للنكهة أو فلفلة حارة حسب الرغبة، 3 ملاعق طعام كزبرة خضرا، حمص مسلوق، سمن بلدي أو farm. الحمص النُص، مو الحمص الكبير البليلة، سمن farm أو ghee لأنه يدّي لِك نكهة مرّة طعمة، تقدري تحطّي زيت عادي إذا بدِّك، بس أنا أقول لِك عشان الطعم يطلع لذيذ حطّي سمن بلدي أو farm. تغسلي أوراق الملوخية وتصفّيها، تقطّعي البصل إمّا حلقات أو جوانح، جوانح زي الصورة اللي على اليمين فوق، الحلقات تكون نحيفة، تقشّري التوم وتفريه، تقطّعي الطماطم والكزبرة والفلفل الرومي، إذا حتستعملي فلفل حار لا تقطّعيه عشان لا يضايق اللي ما يحبوه، حيدّي لِك حرارة للملوخية بس وقت التقديم حطّيه كده على الوش كزينة، فيدّي طعم بس ما يزعج الآخرين. أسلُقي الحمص وصفّيه، حطّي البصل على قدر على النار مع السمن الأخضر، قلّبيه إلين ما يدبل البصل لا يحمّر، ضيفي التوم والفلفل الرومي أو الحار، وخلّيهم كمان يطلّعوا ريحتهم ونكهتهم. ضيفي أوراق الملوخية وقلّبي إلين ما تبدأ تدبل أوراق الملوخية، حطّي الكزبرة الناشفة والكمون والكزبرة الخضرا في دي المرحلة، لو من أول ممكن تسوِّد، والملح وقلّبي، إذا بدِّك تحطّي فلفل أسود حطّي، حطّي الطماطم المقطّعة والحمص المسلوق المصفّى، حطّي فوقها وقلّبي مضبوط، بعدين حطّي نُص كوب موية وعصير ليمونتين، غطّي القدر خلّيه على نار هادئة لمدة تِلت إلى نُص ساعة. تقدّمي الملوخية مع خبز وليمون وسلطة الفلفل الحارة بالكزبرة، ممكن تحطّي رز بس الملوخية المورقة طعمها لذيذ بالتغميس. طريقة عمل سلطة الفلفل الحارة أكيد كلّكم تعرفوا بس هذه للمعلومية، نُص حزمة كزبرة خضرا، 4 ل6 فلفلات خضرا حارة، 4 ل5 فصوص توم، عصير ليمونة واحدة ورشة ملح، إمّا تحطّيهم كلّهم في الخلاط أو تطحنيهم يعني تفرّميهم تفريم مرّة صغير، بس إذا حطيتيهم في الخلاط كده فرّة فرّتين يطلع شكلهم أحلى وطعم، وإذا بدِّك تخزّنيه حطّي في قارورة حطّي فوقه زيت زيتون عشان لا يخرب عليكِ، وبالهناء والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.